السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. صدمة المدرب النصر ينقلب على رونالدو مبكرا بتصريح لا يصدق، وأزمة تلوح في الأفق. كريستيانو يتعرض للانتقاد من مدربه الجديد بأسابيع قليلة فقط بعد أن هرب من مدربه السابق في مانشستر يونايتد، والذي كان السبب الأول في رحيله. ما ستسمعونه ليس خرافة أو مزحة، بل واقع غريب ستصدم أكثر من عند معرفة تفاصيله. فالأمر بالطريقة التي حصل بها لن يمر مروره الكرام، خاصة عند معرفة شخصية دون ومدربه الذي يبدو أنه قام بخطأ عمره. فما القصة؟ كل شيء ابتدأ عندما خاض كريستيانو رونالدو المباراة الرسمية الثانية بقميص النصر السعودي. الكل في حالة الترقب والانتظار لرؤية دون يسجل هدفه الأول بقميص العالمي، حتى أن أعين الصحافة العالمية كانت موجهة نحوه، بل إن حتى الكاميرات القنوات العالمية كانت حاضرة في الملعب انتظارا منه لالتقاط احتفال الأول لرونالدو بقميص فريقه الجديد. لكن عوض أن يفعلوا ذلك وأمام مفاجأة للجميع، فقد قاموا بتغطية اللقطات المثيرة جدا للجدل وانتقاد غير منطقي ولا متوقع من مدرب النصر للاعبه البرتغالي دون كريستيانو. عجز عن تسجيل اللقاء الثاني على التوالي في المباراة، لم يسجل فيها سوى كرتين أمام المرمى، مضيعا فرصة واحدة في الدقيقة 43 برأسية كانت كفيلة بتعديل الكفة، وهي فرصة تصدى لها حارس الاتحاد قبل أن يتمكن المغربي عبد الرزاق حمدالله لحظات قليلة فقط بعدها من إضافة الهدف الثاني معه فارقة في اللقاء الذي انتهى ب3 أهداف ولهدف واحد. لكن الجدل لم يكمن هنا بث، فمن الطبع أن يهدر اللاعب فرصة مماثلة، خاصة أن الحارس تألق بدوره في صد هدف غير الطبيعي وغير متوقع. منطقي أن يخرج مدربه مباشرة بعد ذلك ويبرر خسارة فريقه بسبب تلك الفرصة المثيرة للجدل ومشاعل الأزمة. قد تصف بكل الهالة الإعلامية الإيجابية التي رافقت انضمام رونالدو للنصر. رودريغو غارسيا قال عقب المباراة: متأسفون لخسارة هذا اللقاء رونالدو، يجب أيضا أن نعترف أن فرصته الضائعة في الشوط الأول أثرت بشكل جلي على مجريات اللقاء، وكانت من العوامل التي تسببت في خسارتنا في نهاية المطاف. ذلك ما حصل في النهاية حسنا، ولمعرفتنا الكامل بشخصية كريستيانو وكروهه الكامل للانتقادات، فإن الأمور تمر مرور الكرام، ولربما نشاهد أزمة جديدة في مسيرته لدون كريستيانو رونالدو مع فريقه. ما لم يبحث غارسيا عن احتوائها بأسرع شكل ممكن، فكيف تتوقع أن ينتهي هذا الفصل الجديد بمثال